لماذا يعني يكذب الشيعة؟ ما هي الأسباب؟ ظاهرة الكذب عند الشيعة أولا لها أسباب نفسية وأسباب اجتماعية وأسباب دينية. أما الأسباب النفسية لأن الشيعة يشعرون بالإحباط وليس عندهم دليل ما يقنع الناس بمعتقداتهم، فيلجؤون إلى الحيلة والمكر والكذب لترويج عقائدهم. أما الأسباب الاجتماعية فإن الناس ينفرون منهم ولا يتقبلون مذهبهم، فيلجؤون إلى الكذب من أجل تحسين هذا المذهب وهذا الدين الشيعي للناس حتى يتقبلونه. وأما الأسباب الدينية فإنهم قد كذبوا في كتبهم أن التقية 9 أعشار الدين، وإنه كما نص على ذلك الصدوق في كتابه الذي هو الاعتقادات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أكرمكم عند الله أكذبكم. هذا كتاب مصنفات الصدوق عن قوله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال أعملكم بالتقية، أكثركم كذبا. فكلما زاد الإنسان في الكذب كلما تقرب إلى الله عز وجل، كلما كان مؤمنا.